واحدة واحدة. تاكل فلافل؟ نجيب فلافل. عايزين 4 فول و2 فلافل و2 صوابع. كنا عندك هنا من 6 سنين. ده طبعا واجب الضيافه عند عم جابر، بص الغالي، احلى واحد هنا في اسكندريه. قلبي كنا هنا عنده من 6 سنين وجينا له برضه تاني. حبيبي حبيبي كرمك الضيافه عنده. دوق وجرب بقى وقول لي. احنا دلوقتي في اشهر مكان بيعمل ايس كريم في مصر، عزة. وجبنا ايس كريم ده سعره 35 جنيه، بيكون ميكس واكيد هيبقى جامد جدا يعني. كانت شغاله من فتره بس مش تاني. ودلوقتي انا لسه واصل العجمي دلوقتي. وبتمشى في شارع الهانوفيل. الشارع ده يعني مناسب لو عايز تشتري اي حاجه فيه، متاح فيه كل حاجه. انزل برضو لشط الهانوفيل اشوفه مناسب للعائلات، مناسب للشباب، صحاب كده، شله صحاب عايزين يخرجوا ولا حاجه، واشوف سعر الدخول التذكره بتاعته وهل هو نظيف ولا لا. فتابعوا معايا واستكشف كل جديد كده مع بعض. خليكم معايا. وده شط الهانوفيل. الدخول هنا للفرد ب 15 جنيه، تمام. كرسيين مثلا لو انت فردين، كرسيين وشمسيه وترابيزه، تمام. وزي ما انت شايف يعني البحر هو مناسب، يعني هو اقتصادي، اللي هو يعني مش غالي خالص يعني، وده رخيص جدا بعيدا عن الشواطئ الثانيه مثلا اللي في اسكندريه. واستمتعكم بقى ايه، خليكم تستمتعوا ايه بالبحر هنا في كام شوت كده. طبعا زي ما انتم شايفين يعني الاجواء هنا حلوه وجميله. هو بس يعني الموجة عالية، بس يعني مش عارف في اسكندرية كده الموجة عالية، معرفش بقى في بقية الأماكن الموجة برضو عالية ولا لأ. بس يعني هو زي ما قلت لكم يعني هو رخيص واقتصادي جدا 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 يعني، ضمن أي الشواطئ التانية. رخيص جدا يعني 15 جنيه دي للفرد، تمام قوي. ومسموح تخش عادي بأكل وشرب، والدنيا لذيذة يعني، هتقضي يوم كويس مع عيلتك أو أصحابك، بس هتنبسط بيها. لو عجبك الفيديو متنساش السبسكرايب عندي في القناة. سلام.